لو انت من الناس اللي مش بتعرف تقول لا على اي حاجة حد بيطلبها منهم وده مأثر جدا على حياتك وصحتك النفسية، فيبقى لازم تكمل الفيديو ده للآخر. في ناس كتير جدا بينطلب منها حاجات هي مش في مقدرتها او مش قادرة تعملها دلوقتي، بس بتنكسف تقول لا، او ان هي شايفة ان كلمة لا هي معناها قلة ادب او عدم احترام. والنهاردة في الفيديو ده انا جاي اعرفك ان فعلا كلمة لا معناها عدم احترام، بس عدم احترام لذاتك، لوقتك وصحتك انت، لانك بتنزف نفسك علشان الاخرين. فلازم ان انت تتعلم انك انت تقول لا. والنهاردة انا جاي اشارك معاك بعض الخطوات البسيطة اللي ممكن تساعدك ان انت تقول كلمة لا. اول خطوة، انا عاوزك تفهم حقوقك النفسية. يعني تفهم ان كلمة لا دي حق من حقوقك النفسية، مش حق للناس ان هم دايما يستهلكوك. لا، يعني كلمة لا هي معناها حق من حقوقي النفسية ان انا اقول لا، ان انا ارفض حاجات هتأثر على صحتي النفسية. عاوزك تستبدل كلمة لا بطريقة شيك او طريقة مختلفة. ده في البداية، ان انت مثلا تقول للأسف انا مش هقدر اساعدك دلوقتي، هفكر وارد عليك. ادي نفسك مساحة تفكير قبل ما ترد. ده اولا هيديك برستيج، ثانيا هيساعدك ان انت فعلا ان انت تفكر وانك تقول لا. حاول ان انت تدرب نفسك على انك تقول لا في المواقف البسيطة في الاول. يعني المواقف اللي ما فيهاش احراج او الطلبات اللي ما فيهاش احراج البسيطة، حاول ان انت تقول فيها لا. حاول ان انت تقاوم. في البداية لما تبدأ تقول لا هتحس بالشعور بالذنب، بعدها تحس دايما ان انت لا انا حاسس اني زعلان، او اني انا حسيت ان انا مثلا احرجت شخص معين. ففي البداية هتحس بالشعور بالذنب، بس مع الوقت ومع التدريب هتبدأ لا تدرك فعلا من جواك ان ده حقي. وهتلاقي فعلا ان في ناس كتير جدا بتقاومك، بس لازم تفهم ان الرفض او كلمة لا ملهاش علاقة باستمرار العلاقات. لا، ده حقك انت، ان انت لازم انك تقول لا علشان صحتك النفسية. بس هرجع واقول لك، لو انت فعلا تقدر تساعد الشخص ده وده مش هيأثر على صحتك النفسية ومش هيأثر على حياتك، فاعمل ده فعلا. ودايما افتكر ان كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. ما تنساش تعمل فولو ولايك. استمتع بوقتك يا صديقي.